أغلاط تحكيمية بدلت التاريخ، بطولات ضاعت على فرق بفضل إنجازات للحكام لا أكثر لا أقل، وفضايح تحكيمية ما تنساتش وماهيش باش تتنسى وباش نقعدوا نحكيو عليها مدى الحياة. يا سيدي مرحبا بكم في حلقة اللهم صل على النبي المجازر التحكيمية. لا جبت لك المامو الليلة ايج. ما قبل الفار يا عزيزي المشاهد شكون واضحين، كانت كرة وتوا كرة أخرى جملة. أنا نقولوا العادي إنك تتاكل في حقك. لا يا ولدي كي تاخذ حقك مبروك، أسمع كان مبروك خوي مبروك حقك هذاك. اللهم صل يعني بيحكي لي عليه شوية ترى. وكانت مجازر تحكيمية تنجم مش تقلب أطراح ولكن تقلب بطولات وتبدل في التاريخ. والمظلمة الأولى يا عزيزي يا مشاهد يحلو تجينا من دوري أبطال أوروبا 2008-2009. أيوة دور نصف نهائي ما بين برشلونة وتشيلسي، وهي تعتبر واحدة من أشهر المهازل والمجازر والفضائح وقلة الأحياء التحكيمية اللي صارت في التاريخ. سيدي نبدأ لك الحكاية من الأول. مباراة الذهاب وين في الكامب نو، برشلونة تشيلسي كما قلت لك 0-0، قدر الله ما شاء فعل، حتى واحد ما يعرف يماركي. يا ربي سهل في الروتور. هاتا ونشوف نمشيو للروتور. الروتور وين موجود؟ في ستانفورد بريدج. مرحبا بكم في لندن. الله ايوه وريني. يبدا الماتش، تنطلق المباراة وهدف اول لتشيلسي عن طريق شكون؟ اسيان، وقتها نجم من نجوم الفريق وكذا يماركي البونتو الاول. سيدي ومن هنا تنطلق المهزله وتنطلق الفضيحه. ومرحبا بكم الناس الكل في ستانفورد بريدج 2008-2009. ايش يصير يا سيدي؟ دقيقه 81 انيلكا يدخل لل18 متر. شكون يلقى خوه بيكي كفو غرز. ايش باش يعمل بيكي؟ كيف باش يوقف الكرة؟ كيف يوقفها بيده؟ استاذ حكم باشا وي بلانتي. لا والله ما ظهرتليش بلانتي انا وانتي. لا مش بلانتي. العب نكملوا وكيكا. بعدها بدقايق خوك ديديا دروغبا المهاجم الاخر نتاع تشيلسي يدخل لل18 متر منطقة الجزاء، يجري يشدوا ابيدال من المريول، يتيح دروغبا. الحكم قال لك الله وقيله حتى ذي مش بلانتي. مش بلانتي. لا بتتشنجني شوية انت. لا مشنج. احنا كاكا يا سيدك وفر من نوير. اوبا انيستا يشوت. انيستا يشوت يماركي 1-1. الله ارتحت توا، ارتحت سيد الحكم. ولكن يا عزيزي المشاهد نحب نقول لك اللي الامل الموفاش والماتش مازال. تشيلسي متشنجين وكذا ويلعبوا واحد. اخر دقيقه اخر فرصه باراك يشوت الكره في وسط منطقه الجزاء. شكون فما ايتو تضرب في يده واضحه يده. يا ودي لا تقول لي لا كتفو لا كبتو لا كيلوتو لا فخذو، يهديك ربي يده هذيك. الحكم قال ما فما شيء. يا بابا اللي عملوها ملاعبية تشيلسي. ويجري اللي ما جريتش بالك يجري، الاخرين يجري. والحكم النرويجي قال لك والله لا يدو يا ولدي يدو. يهديك ربي باش تقولونا في كلام ما يتقالش. يهديك احترم السيدة الوالدة متاعك. السيد الوالد راه باش يتقال فيها متى يسارة. قال لك لا ما هيش ضربة جزاء وتنتهي المباراة بنتيجة 1-1. تحاسيلو يا ودي في الاخر ادم ما كذبش كي قال قولوا لي اكل الحرام يخاف. واحدة من أكبر المظالم التحكيمية زادة عندك يا سيدك يا بن سيدك. جينا من تصفيات كأس العالم 2010. نحكيو على تصفيات متاع أوروبا. في وقتها فرنسا كانت على الشعرة على سنتيمتر مكعب من إنها ما تترشحش لكأس العالم 2010. مع العلم هي عاملة فينال 2006. فهمت؟ ما كانتش تكون فضيحة. الحاسين في آخر ماتش من مباريات الإقصائية متاع التصفيات هذية تلقى روحها مع إيرلندا. مباراة ذهاب وإياب، اللي يربح في الماتشات هذوما الزوز يترشح لكأس العالم. مباراة الذهاب تلعبت في إيرلندا وربحتها فرنسا بنتيجة 1-0 هدف لأنيلكا. وبر قدر الله ما شاء فعل. إيرلندا ما زالت عندها فرصة. 1-0 ما هيش نتيجة تخوف. إيرلندا نش تعملها راك نجم كورش. يا سيدي نمشيو المباراة الإياب اللي باش تتلعب في ستاد دو فرانس. يا سيدك يا بسيدك ستاد دو فرانس أجواء سخونة ياسر. فرنسا ما تترشحش فضيحة سبحان الله. وكذا في الدقيقة تقريبا 34 يخرج لك خوك الغالي من غاديك إيرلندا هدف 1-0. لهنا بدأت الشكوك، هل يا ترى فرنسا تنجم ما تترشحش؟ الحاسيل الماتش يمشي كيكا. نتعداو للأشواط الإضافية. فرنسا مش في نهارها، إيرلندا ضغط على فرنسا
فرنسا، ولكن الكرة تجي بساقين مالودا لاعب المنتخب الفرنسي يجري ويسنتر، والكرة وين ماشية؟ خارجة سيمتر، قاصدة ربي يا ولدي كيك اوبا فروم نوير يخرج لك خوك تيري اونري. الله تيري اونري وقف الكرة، انت تقول لي لهنا باش وقفها بيده، اي بابا اي رجعها بيده، اوب يزيد يسنترها يمدها الجالاس يماركي والهدف. يا سيد الحكم وي اوه يده ذيك، لا يا ودي يهديك ركز يا ولدي باسكيت راهو هذاك راهو هوند راهو فولي يا ولدي كرة حديدية امان. مو الحكم قال لك لا والله لا حسيلو ترشحت فرنسا بايش ياك ترشحت فرنسا، ولكن كما قلنا الحرام ما يثمرش، وفرنسا بسم الله ما شاء الله تمشي لجنوب افريقيا تتمرمد يا ودي، تمسح بها القاع، تخسر تتعادل تخسر اوب وتروح من الدور الاول. باهي هكا ارتحت برافو. يا سيدي نمشيو توا لكاس العالم 2002. هذه فضيحة تحكيمية بطعم السوشي، فهمت؟ جينا تحديدا الدور 16 دور 16 ما بين ايطاليا والمنتخب الكوري. يا سيدك يا بن سيدك ايطاليا تعتبر جيل كما يحكيوا عليه العباد، مالديني عطيني في نيستا، عطيني في توتي، عطيني في ديل بيرو، كامورانيزي، جيل حلو كذا دلول ضد منتخب باش نقول لك دولة منظمة، منتخب كوريا الجنوبية، ومعهم بيان سور الاربيتر يا سيدي بدا الماتش، وش باش نحكي لك على ايطاليا شعام لا في كوريا حطيتها في تركين يا ولدي، سيونس دونترينمون عطيني اوب هكاك، وبيان سور الضغط يجيب، ولهنا ايطاليا تسجل الهدف الاول في مرمى المنتخب الكوري. بعد بدقائق خوك ديل بيرو يمشي القدام يدخل المنطقة الجزاء، ويجيه المدافع ما يلقى بها وين يعطيه مرفق، نعم باش مرفق بابا مرفق والحكم شقال حكم قالك ما فما شيء مرفق قانوني معروف يا سيدي بركاكه وكذا، والحكم بيان سور يعمل في شويه حركات شويه فازات يفوح بهم في المباراه، وكوريا تعدل النتيجه قداش توا 1-1. لهنا المنتخب الكوري ينجح في انه يحافظ على النتيجه هذه 1-1 على طوال 90 دقيقه، ونتعداو للاشواط الاضافيه. توكلنا على ربي، خوك توتي يدخل المنطقه الجزاء، وش باش نحكي لك عمليه اغتيال من المدافع يا ولدي، كينيدي ما يصيرش فيك هيك، هد عليه يا ولدي، ضربه اللهم صل على النبي واضحه، ما تستحقش اربيتر، تستحق مواطن متعدي قدام استاد يزفرها البيلانتي. الحكم قال لك لا ما ذاك هو خو شنو رديتوه ضربه، هو يلعب مع هذاك يضرب عليه معروف. ولكن يا مشاهد يا دلول يا تحفون، انت ماشي في بالك الغلبه في اللي صار ذا التوتي، لا نحب نقول لك اللي توتي خذا ورقه حمراء باهي خذا ورقه حمراء خوك توتي فضيحه. ومن بعدها بدقائق خوك توماسي رغم النقص العددي يسجل هدف شرعي بأتم معنى الكلمه 100%، ولكن الحكم يقول لك ارجو، ويا حكم لهنا بديت تعور لها وبديت تكثر لها يا عاد. وهذا كله بيان سور صار قبل ما المنتخب الكوري ينجح انه يسجل الهدف الثاني ويترشح للدور الربع النهائي. ارتاح توا تحسن الحكم لا يدخل علينا بالكف، ما عندك شويه كرتوش وضربنا ارتاح منها تو هذا كلام حسبي الله ونعم الوكيل جراتسي ميل. وباش نكونوا واضحين يا عزيزي المشاهد، ما زالت المظالم والمهازل والفضايح التاريخية اللي صارت في علاقة بالتحكيم من بونتو مارادونا اللي باليد اللي تعدى كيكا، كيف بونتو هزت به كوب دي موند لونجلتير زاد اللي ظلمت كونتر ألمانيا. أنا برشا مظالم تاريخية تقعد فضيحة، والحق متاع ربي الفار في النقطة هذه ما نجموا نشكروه شوي، لا نجموا نشكروه على خاطر تو سامبلومون التحكيم شنو هو في الآخر، معناه مجرد اجتهاد انساني ينجم يصيب وينجم يخطئ، والفار شنو مهمته انه يحد شويه من الاخطاء. ماك تعرف زاد اللي صار بكثر ما حدش من السيد المعلم هذا اللي واقف قدام بالله الكريم يمشي التورناج مش يمشي الماتش يا ولد الله مصلي على انت خايف شبيك كلين هكا. ولكن فما نقطة أخرى في علاقة بالفار، إنه هل يا ترى نقص شوية من المتعة، خاطر الحكاية هذوما هما اللي يكتبوا التاريخ وهما اللي بدلوا في مجريات التاريخ وتخلينا نحكيوا عليهم في المستقبل. أنت اكتب لي في الكومنتات هل يا ترى الفار اش عمل نقص متعة كرة القدم ولا عطى كل واحد حقه، وذاك اللي لازم. انت بيان سور ما تنساش السبسكرايب، الجيم البارتاج كذا، عطيني في الشير والدنيا افرح بينا، سورتو
سبسكرايب. طول حرامي كالعادة رجعنا في فورمة، حمرنا الويت، بسم الله، كرة أرضية، كلنا ورانا دي عاد اغسل الولاد واقفة، احترم اخوك ما نعمل هكا، يرحم والديك. سبسكرايب. مريق البابا مريق. ان شاء الله نتقابلوا في الحلقة الجاية، وباي باي، تشاو.